طب ايه اللي بيحصل يا مولانا؟ وده دين ولا مش دين؟ فيما أحدثك، وظيفتي أن أحدثك عن الحلال والحرام، وظيفتي أن أنبهك للحلال لتفعله وللحرام لتجتنبه. فإن كان الحرام الذي تأكله يوافق هوى عندك فهذا أمرك. أما أهل العلم فوظيفتهم أن يبينوا الحق للناس، وإن كانت الغالبية على باطل لا تخشى الله تدلس على خلق الله فليس هذا ذنبا لنا. وليتكلم الناس بالعلم لننبه الناس للحق لنحذرهم من الباطل لا لنعمم الباطل. إن لم يعجبك كلامنا فاسمع لأهل الباطل واتبعهم، هذا أمرك. أما وظيفة أهل العلم فبيان الحق لأهل الحق ولطلاب الحق. من طلب الباطل فليرحل إليه، اسمه على نفسه. أما نحن آلينا على أنفسنا أن نبلغ خلق الله الحق الذي علمنا إياه الله. من خاف فليرحل، من يخشى غير الله فليرحل. قال ربنا وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون. الكل سيقف بين يدي الله وسيسأل بين يدي الله وسيجيب عما اقترفته يداه. فإن رأيت الباطل وألفه قلبك أصبحت مشاركا، فإن اشتركت في الباطل أصبحت ذا اسم عظيم. فأقل القليل إن لم ترفض الباطل بلسانك فلترفضه بقلبك. إن لم تكن من قوال الحق فلا تكن من المطبلين لآل الباطل من الخلق. أقل القليل أن ترفض بقلبك، لا أن تشارك بمالك أو بجهدك أو بلسانك. تبرأ من كل ظلم، تبرأ من كل قتل، تبرأ من استباحة الأموال. فإن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ونبينا أخبر أنه إذا وقعت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها، ومن شهدها فرفضها كمن غاب عنها. إلى الساكتين، إلى الخائفين، من رأى دماء المسلمين مراقة وسكت، أو تكلم في الصلاة والزكاة وترك دماء خلق الله مستباحة من الجهلة من خلق الله أو من الظلمة من خلق الله، وتكلم في غير هذا في فقه الأولويات وفقه الواقع وفقه اللحظات، فهو خائن.